عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وطاعه دايما لله. مطبخ التوفير النهارده الشيف زينب عبد الحميد هنعمل التوميه من السلطات الجميله اللي بنلاقيها في المطاعم، جميله خالص. بيدونا كميه قد معلقه كده صغيره، فاحنا بقى هنعمل في الفيديو دي كميه زي ما انتم شايفين، ما استخسرناش في نفسنا. ودي تعالوا نشوف الفيديو عملنا ازاي. السلام عليكم. لعمل التوميه زي ما حضراتكم شايفين المقادير: نص كوبايه ميه على معلقتين نشا، بندوبهم على البارد زي ما انتم شايفين، ونحطهم على نار هاديه لغايه لما يبقوا قوامهم غليظ. عندنا معلقه توم كبيره، عندنا علبه زبادي او معلقتين كبار زبادي، عندنا 4 معالق مايونيز، رشه سكر او معلقه سكر، رشه ملح، عندنا معلقتين عصير نص ليمونه، عندنا اخر حاجه هنحطها نص كوبايه الزيت، وعندنا ربع كوبايه خل. زي ما انتم شايفين كده، اول ما يغلظ القوام اهو كده هنحط الزبادي، الاربع معالق مايونيز، معلقه الثوم، ادي ذره الملح ومعلقه السكر، عصره نص ليمونه، 4 معالق خل او ربع كوبايه. كل المحتويات على بعضها هبتدي اضرب، واخر حاجه احطها الزيت سرسوب تدريجيا. هنبتدي نحط بقى ايه الزيت بس على الهادي كده، سرسوب كده زي ما انتم شايفين كده. القوام بيغلظ لما بيقعد. وادي اتعملت التوميه في منتهى الجمال والكميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بره في المحلات بيعملوا لك يعني قد كده، يعني قيمه معلقه، كانهم بيبيعوا جرام ذهب. زي ما انتم شايفين كل حاجه لما تعمل في البيت احسن واكتر وانضف واطعم، لان طبعا بيبخلوا على الحاجات. يعني احنا عندنا ما نكتر الزبادي، نعمل المحتويات بتاعتنا مكونات، ما بنستخسرش في نفسنا. زي ما انتم شايفين كده زيت الزيتون عليه، زي ما انتم شايفين. لو حبينا نشيله في علبه مش هيخسر ولا اي حاجه، ممكن تحطيه في الفريزر لاكله تاني، لان الكميه كبيره زي ما انتم شايفين. باسهل طريقه للتوميه زي ما انتم شايفين كده، في منتهى الجمال. توميه جنان والكميه كبيره والمكونات والنظافه زي ما انتم شايفين. يا رب ينال اعجابكم، تقدروا تطبقوه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.